طفل طالع يجري عليه علشان يحضنه من الخوف. المجرم ده يطلع مطوة ويفضل يطعن في الطفل لحد لما يموت. وانا بصراحة مش فاهم ليه قتلوه وهو اصلا مش بيعرف يتكلم ولا هيعرف يشهد عليهم. ايه السبب اللي خلاهم يقتلوه؟ انا مش عارف. جريمة النهاردة من أبشع الجرائم اللي ممكن تسمع عنها في حياتك. دي مش مجرد جريمة، دي مذبحة شيطانية بشعة ومؤلمة. المذبحة دي هزت مصر كلها لدرجة إن رئيس مصر السابق محمد حسني مبارك أمر بإعدام مرتكب الجريمة علنا وقدام التلفزيون. ودي كانت أول مرة تحصل في تاريخ مصر إن يتنفذ حكم إعدام علني كده وكمان ينزل في قنوات التلفزيون. قبل ما أبدأ يا ريت تدعمني بلايك، واللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان توصله الفيديوهات الجديدة. القصة بدأت في مدينة نصر سنة 1997. كان في مهندسة اسمها نانيس أحمد فؤاد، وكانت متزوجة من شخص اسمه هاني محمد، وكان عندهم طفلين. كان عندهم بنت اسمها هديل وكان عمرها 4 سنوات، وولد اسمه أنس وكان عمره 2 سنين. وكانوا عايشين في استقرار وحياتهم كانت هادية وأمورهم المادية كانت كويسة، لحد ما جه يوم طلبت فيه المهندسة نانيس من زوجها هاني إنهم يغيروا دهان البيت. وفعلا زوجها وافق وراح اتكلم مع واحد نقاش، والنقاش ده كان اسمه محمد زكريا، وكان معاه اخوه سيد وابن خالتهم محمد خرشي. وجابهم التلاتة علشان يشوفوا الشقة ويعرفوا هي هتتكلف كام. في الوقت اللي كان فيه هاني بيتفق مع النقاش محمد زكريا علشان يشوفوا الشقة ويعرفوا هي هتتكلف كام، كان أخوه سيد وابن خالتهم محمد خرشد مش شايفين ولا مركزين في أي حاجة خالص غير الذهب والمجوهرات اللي موجودة في إيد المهندسة نانيس. طلبوا منهم عربون علشان يبدأوا شغل، وبحسن نية المهندسة نانيس دخلت قدامهم غرفة النوم علشان تجيب لهم الفلوس، وما كانتش تعرف إن في واحد بره اسمه محمد خرشد بيراقبها علشان يعرف مكان الفلوس فين بالظبط. وفي اللحظة دي الشيطان بدأ يقوم بدوره معاهم وخلاهم يخططوا إزاي يسرقوا الفلوس من الشقة والذهب اللي في إيد المهندسة نانيس، ومش مهم يعملوا إيه علشان يوصلوا اللي هم عاوزينه. وفعلا تاني يوم التلاتة طلعوا من الشقة وبدأوا يخبطوا على الباب علشان ينفذوا خطتهم. فاتفاجئوا بإن اللي فتح لهم الباب زوج المهندسة نانيس، وده اللي ما كانوش عاملين حسابه، كانوا مفكرينه في الشغل. فبدأوا يتحججوا ويقولوا له إن إحنا جايين نكمل بقية المقاسات بتاعت الشقة. طبعا الزوج دخلهم وقعد معاهم وشرب معاهم الشاي لحد ما خدوا اللي هم عايزينه ومشوا. وطبعا بعد الموقف ده قرروا إنهم يراقبوا الشقة لحد ما يتأكدوا إن زوج المهندسة نانيس مشي وبعدين يطلعوا. وفعلا يوم 13 أكتوبر سنة 1997 طلع محمد زكريا وأخوه سيد وابن خالتهم محمد خرشد وخبطوا على شقة المهندسة نانيس. فتحت لهم الباب فقالوا لها إنهم جايين يكملوا بقية المقاسات بتاعة الشقة اللي هم أصلا خدوها قبل كده. ودي كانت غلطتها المميتة، إنها استقبلتهم ورحبت بيه. بعد ما دخلتهم قالت لهم شوفوا المقاسات اللي انتوا عايزينها وأنا هدخل المطبخ أعمل لكم شاي. وما كانش في دماغها أي خيانة أو أي غدر منهم، لأن دول نقاشين وزوجها كان متفق معاهم إنهم يجوا أصلا يدهنوا البيت. وبمجرد ما دخلت المهندسة نانيس المطبخ دخل وراها المجرم محمد زكريا علوان وابن خالته محمد خرشد. محمد خرشد دخل وراها المطبخ ومسكها من ظهرها وبدأ يخنق فيها ويكتم نفسها. على طول بدأت تصوت وتقول لهم سيبوني وخدوا كل اللي انتوا عايزينه، خدوا الفلوس وخدوا الذهب، لكن سيبوني انا وعيالي، وانا وعدكم ان انا مش هفتح بق. لكن الشياطين ديت ما كانش في قلبها ذرة رحمة. محمد خرشد فضل ماسكها وبيخنق فيها، ومحمد زكريا راح مطلع مطوة من جنبه وراح خابطها في بطنها بيها كذا مرة لحد لما وقعت على الأرض وغرقت في دمها. هديل وأخوها أنس كانوا بيلعبوا في الأوضة، وأول ما سمعوا صوت بره خرجوا منها وبدأوا يسألوا على أمهم. المجرمين قالوا لهم إن أمكم بتعمل حاجة في المطبخ وجاية اهي. لكن الطفل الصغير أنس ما كانش فاهم حاجة وطلع يجري على المطبخ علشان يتفاجئ بالمنظر اللي أمه نايمة فيه في المطبخ وغرقانة في دمها. جات له حالة ذهول من المنظر اللي هو شافه، وجات له صدمة خلته يفضل يصرخ ويبكي بصوت عالي. راحوا المجرمين واخدينه وحاطينه في دولاب وقافلين عليه. هديل خرجت تاني لما سمعت صوت أخوها بيبكي وراحت على المطبخ، فاتصدمت من منظر أمها اللي غرقانة في دمها وفضلت تصرخ بعلو صوتها. راح واحد من المجرمين ماسكها وجايب أشرب من الدولاب وخنقها بيه لحد لما ماتت.
وبعدين طلعوا أخوها أنس من الدولاب اللي لحد آخر لحظة ما كانش فاهم حاجة. طفل عنده سنتين شاف أمه بالمنظر ده، وبعدين حبسوه في الدولاب. أول ما فتحوا الدولاب الطفل من خوفه طلع يجري على المجرم اللي هيقتله وحضنه. المجرم ده كان ربنا نزع من قلبه الرحمة، ما كانش فيه في قلبه ذرة رحمة. طفل طلع يجري عليه علشان يحضنه من الخوف، المجرم ده يطلع مطوة ويفضل يطعن في الطفل لحد لما يموت. وانا بصراحة مش فاهم ليه قتلوه وهو اصلا مش بيعرف يتكلم ولا هيعرف يشهد عليهم. ايه السبب اللي خلاهم يقتلوه؟ انا مش عارف. الشياطين دول ما كانش فارق معاهم اي حاجة، كملوا الحاجات اللي هم بيعملوها في الشقة وخدوا كل الفلوس اللي فيها والذهب وبعدين مشوا. تخيلوا بقى معايا كده زوجها هاني لما رجع البيت، تخيل معايا كده الصدمة اللحظة، يرجع البيت يلاقي مراته في المطبخ ميتة وغرقانة في دمها، ويدخل الأوضة يلاقي بنته مخنوقة وهي كمان ميتة، وحتى ابنه أنس اللي عمره سنتين هو كمان ميت وغرقان في دمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. صدمة مميتة تخلي الزوج يصرخ بأعلى صوت فيه، وتتلم الجيران على صوت صريخه، والشرطة تيجي وتبدأ تحقق في كل اللي موجودين في المنطقة. الشرطة طبعا أول حد بدأت التحقيق معاه كان هاني زوج المهندسة نانيس، وعرفوا منه إن هو كان متفق مع 3 نقاشين عشان يغير دهان البيت. وكمان الشرطة لما حققت مع بواب العمارة قال لهم إن هو شاف واحد من ال3 النقاشين دول وهو طالع لشقة المهندسة نانيس الساعة 10:30 الصبح يوم الجريمة. وفي خلال أيام الشرطة كانت قابضة على المجرمين ال3 دول. قبضت على محمد زكريا علوان اللي عنده 22 سنة، وقبضت على أخوه سيد علوان اللي عنده 27 سنة، وقبضت على ابن خالتهم محمد خورشيد اللي عنده 24 سنة. الشرطة أخدت بصماتهم التلاتة وطبقتهم بالبصمات اللي موجودة في الشقة، والبصمات طلعت متطابقة، وما كانش قدامهم أي حل غير إنهم يعترفوا بالجريمة اللي هم ارتكبوها. وفعلا المجرمين التلاتة اعترفوا، ولما الشرطة سألتهم على الدافع اللي خلاهم يعملوا كده إجابتهم كانت في منتهى السذاجة. إجابتهم كانت إنهم نقاشين، وإن يوميتهم 15 جنيه، وإن هم ما كانوش بيشتغلوا، كانوا بيشتغلوا يوم ويوم، وإنهم كان عليهم ديون مش عارفين يسدوها. ده كان مبررهم علشان ياخدوا حياة وأطفالها مقابل شوية دهب وفلوس. المحكمة حكمت على الشياطين التلاتة دول بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم فيهم يوم 21/4/1998. وحكم الإعدام اتذاع على التلفزيون المصري، وده علشان يبقوا عبرة لأي حد مفكر إن أرواح الناس رخيصة. القصة دي لازم تزود وعينا وتخلينا نفهم إن مش أي حد ندخله بيتنا، ولو احنا مش خايفين على نفسنا نخاف على اللي في البيت. اي نعم الدنيا فيها خير بس برضه فيها شر. ان شاء الله تكون القصة عجبتكم، واتمنى تكونوا طلعتوا منها باستفادة. ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة.